بابلو اسكوبار ومن لا يعرفه أشهر مافيوزي في العالم، خدا لقب أغنى رجل في العالم لمدة 7 سنين متتالية. تخيلوا معايا، هذا الراجل اللي كنهضروا عليه باع المخدرات في جميع أرجاء الكوكب ديالنا. ما عليناش، لا سولتي أي واحد على بابلو غادي يقول لك إنسان ما مزيانش، شرير وكان قتال. ولكن لا سولتي الناس اللي ساكنين في ميدلين، المدينه اللي كان ساكن فيها بابلو اسكوبار، غادي تسولهم على ولد مدينتهم غادي يقولوا لك الله يعمرها دار، انسان اللي مزيان وكان كيدير الخير وكيعاون الناس والفقراء ما يخليهمش بلاش، والله يكثر من مثالو. غادي يعبروا لك على بابلو اسكوبار كانه ملاك، كانه ماشي من هذه الارض هذه. اخوان، نفس هذا السيناريو اللي قلت لكم بالضبط، ونفس الاحداث ونفس التشويق ونفس كل شيء كينطبق لواحد الشخصيه مغربيه طنجة. لا مشيتي سولتيهم عليه غادي يقولوا لك الله يعمرها دار واطيب خلق الله. ولا مشيتي سولتي هبطتي على طنجة وهبطتي للغرب والصحراء وفيما مشيتي في المغرب غادي يقول لك داك الانسان شرير، داك الانسان غول، وداك الانسان وحش ديال بصح. خلينا نتعرفوا على هذه الشخصيه هذه في هذه الحلقه هذه من قصص ونظريات. خلينا بعد نرجعوا عند بابلو اسكوبار. هذا الوحش هذا كان كينزل للمغرب بزاف، خصوصا طنجة، كازا، مراكش. كان عنده تما فيلاج وعنده اراضي بالسميه ديالو، وكان كيدير اجتماعات مع اكبر البارونات في المغرب، اكبر بزناسه في المغرب. كان بابلو اسكوبار كيتقرب منهم وكيهضر معاهم مره. 1987 بابلو اسكوبار جا لطنجة، عنده واحد الفيلا تما، تلاقى بثلاثه ديال المغاربه. واحد منهم كان سميتو احمد بونقوب. هاد احمد بونقوب ما كيعيط ليه حتى واحد بهاد السميه، كلشي كيعيط ليه بوحميد الديب. عقلو مزيان على هذا الراجل هذا. وفي هذا الاجتماع هذا بابلو اسكوبار ناقش مع حميد الديب وجوج مغاربه الاخرين اللي كانوا حتى هما بارونات كبار وبزنس كبار على واحد الخطه كيفاش يدخلوا الكوكايين للمغرب وبدا يفرقوه من المغرب لاوروبا. بمعنى واحد اخر، بغاو يرجعوا المغرب هو النقطه الاستراتيجيه ديال المخدرات في العالم كامل. ولكن السؤال اللي عندنا دابا حنا كاملين، علاش اسكوبار اختار المغرب؟ وعلاش اسكوبار اختار حميد الديب بالضبط باش هو اللي يعاونوا في هذه المهمه هذه؟ السؤال الاول ساهل، كنظن كلكم عرفتوا الاجابه ديالو. المغرب جا في بلاصه استراتيجيه، كيطلع على اوروبا من جهه، كيطلع على الامريكيتين من جهه واحده اخرى. بمعنى واحد اخر، لو ولينا كنصيفطوا المخدرات من المغرب لاوروبا وبدات تصيفط للامريكيتين وتا الدول الافريقيه اللي باغيين نصيفطوا ليهم، الدول العربيه حتى هما غادي تبلبل، غادي تدخل زباله ديال الفلوس. ولكن السؤال الثاني، علاش اسكوبار اختار حميد الديب بالضبط هو اللي يعاونوا في هذه لافير اللي كبيره ديال بصح؟ اخوان، باش تعرفوا علاش حميد الديب هو اللي اختاروا اسكوبار اعظم مافيوزي في العالم، قصه طويله خصنا نمشيو معاها دقه بدقه. عطاوني عقلكم. بغيتكم ترجعوا معايا 40 عام للور. العالم ديالنا كنعيش واحد الحرب ضد المخدرات، مكسيك، كولومبيا، والمغرب ما كانش حتى هو استثناء. المغرب كان من الدول العظمى في الحرب ديال المخدرات اللي بغينا نسميو. كانوا بزاف ديال العصابات ديال الحشيش في المغرب كياخذوا الحشيش كيفرقوه على اوروبا كانت ديما مشكيه من المغرب. ولكن اكبر عصابه اللي بانت في ذاك الوقت كانت واحد العصابه اللي سميتها حميد الديب. هاد العصابه كانت في الاول سريه، حتى واحد ما عارف الاسرار ديالها، حتى واحد ما عارف عليها حتى حاجه. شويه بدات كتظهر، شويه بدات كتبان في طنجه. الناس ديال طنجه حميد الديب نشرح التسميه ديالو بصح. ومع الوقت تحولت من عصابه سريه مجهوله الهويه لعصابه اللي معروفه في طنجه. كلشي كيعرف ان كاين واحد مئات ديال الطنجاويين خدامين مع واحد الباترون اللي كيتهلا فيهم، كيعطيهم فلوس، كيعطيهم الصالير ديالهم كل شهر. هذا الباترون هذا شو سميتو؟ حميد الديب. هذه العصابه كانت معروفه بعصابه حميد الديب. كما قلت لكم العصابه مع الوقت خرجت للعلن وكلشي ولا عارفها. الاخوان، ما كنهضرش هنا على عصابه صغيره ديال البراش اللي عندهم كيلوغرام ديال الحشيش كيفرقوه بيناتهم كيبداو يفرقوه في المدينه، لا. كنهضروا على عصابه اللي عندها اطنان ديال القنب الهندي. كنهضروا على عصابه اللي عندها اراضي، فيلات، قوارب، طوموبيلات. كنهضروا على عصابه اللي كتعتمد اسلوب الجريمه المنظمه. اي واحد ضدهم غادي يصفيو واخا يكون بوليسي. ما عليناش الاخوان، كلكم كتقولوا ايمن تحمستي وليت كتهضر على العصابه بحال راك واحد فيهم. الاخوان، غنقول لكم دابا المهمه ديالها وغادي نشرح لكم شي حاجات باش تعرفوا علاش انا كبرت بهاد العصابه لهاد الدرجه هذه. العصابه كانت المهمه ديالها الرئيسيه هي اخذ الحشيش المغربي من المغرب ويصيفطوه لاسبانيا، من اسبانيا يعاود يتفرق تما مع عصابات واحده اخرين في اوروبا. اخوان، بالهضره تقدر تجيكم مهمه اللي سهله، ولكن ركزوا معايا مزيان. الحشيش كيجي اساسا من منطقه كتامه، يعني اول مهمه عند العصابه هي نقل الحشيش من كتامه لطنجه. 4 سوايع ديال الطريق، اكثر من 200 كيلومتر مسافه. وهاد الطريق هذه اللي ما بين كتامه طنجه هي اكثر طريق في المغرب فيها براجات ديال المخزن، واللي كيدوز من ديك الطريق ضروري يقلبوه. واخا تكون انت غادي مع عائلتك جاي من كتامه وغادي الطريق ديال طنجه، غادي يوقفوك، غادي يسيرفيو الطوموبيل كامله ويقلبوها، عادي يخليوك دوز. ولكن احنا ما عليناش نعطيوهم واحد العذر، نقولوا ان عصابه حميد الديب عندهم واحد الطريق سريه كيدوزوا منها وكيوصلوا لطنجه.
نعطيوهم هذا العذر هذا. ها هما وصلوا لطنجة، وصلوا السلعه كامله لطنجة كيلوات. كيفاش غادي يدوزوها من المغرب لاسبانيا؟ الميناء ضروري باش تدوز اي سلعه، خاص يكون واحد خوتنا اللي سميتهم الجمارك كيقلبوها كامله شنو كاين، كدوز من الماكينات عاد كدوز ديك الساعه. ما يمكنش. اوكي نعطيهم واحد العذر واحد اخر، نقولوا عندهم باطوات شراعيين صغيورين ولا باطيات سريين وكيدوزوا من الجناب ديال البحر وكيمشيو. اخوان اون فوا الباطو يتحط يتوغل في البحر غادي يديتكتيو الرادارات ديال البحريه المغربيه، القوات البحريه المغربيه ما غاديش تزقلهم. كيفاش هذا البلان هذا؟ كيفاش حميدو الديب يوميا كيدوز كيلوات ديال الحشيش من طنجة اسبانيا؟ كيفاش يدير ليه هاد خونا هذا؟ الحل الوحيد باش يقدر انه يدوز هادشي هذا هو انه يكون شاري البوليس. هذا هو السؤال اللي عندنا كاملين، واش حميدو الديب كان شاري البوليس هادو كاملين؟ والجواب هو حميدو الديب كان شاري السلطات الامنيه ديال منطقه شمال المغرب كاملين، من البوليس اللي واقف في البراج ديال الطريق للبوليس اللي شاد العسه ديال البحر. ومن كبر اللعب ديال العصابه ولات كتصيفط اطنان ديال الحشيش لاوروبا، ديك الساعه حتى حميدو الديب كبر اللعب حتى هو، مابقاش كيشري غير دوك البوليس الصغار، ولا كيشري رؤساء المجالس، الاحزاب، السياسيين، اي واحد كيشوف عنده واحد السلطه ولا غير صغيره في المدينه كيشري حميدو الديب بالفلوس، كيتقرب ليه كيدير معاه علاقه، كلشي خدام غير بالدماغ وكلشي غير بالساكوتي. مازال ما بدات الروينه لهنا. 1995 الحشيش المغربي يكتسح اوروبا. في هذا العام هذا كميات الحشيش المغربي اللي دازت لاوروبا كانت هائله بزاف. العصابه رقم واحد اللي كانت في راس الهرم كانت هي حميدو الديب، هي العصابه اللي كتصدر اكبر كميه في المغرب، حيت كانوا بزاف ديال العصابات، ولكن كانت العصابه الاسطوريه حميدو الديب عليها كانوا عليها العيون كاملين. ديك الساعه الباترون حميدو الديب دار واحد الثروه هائله ديال بصح، خصوصا في هذا العام هذا بلبلها. ما بقاش غير وحش صغير عنده واحد العصابه مكونه من 100 واحد 300 واحد، لا ولا وحش كبير ديال بصح. الثروه ديالو ولات كتقدر ب 40 مليار سنتيم. 40 مليار سنتيم، هذا غير تقدير اولي اللي عطاه هو. اما اللي جاي يشوف الديورة ديالو كاملين، الفيلات كاملين، فرقم واحد اخر اللي غيكون هائل كثر. سكواد عصابه حميدو الديب ما بقاتش عصابه اللي قويه وصافي، لا ولات عصابه عندها جهاز امني خاص بها، جهاز مخابراتي خاص بها، وقوات مسلحه خاصه بها. ولات بحال تقولوا دوله صغيره وسط المغرب، واخا هذاك المغرب ما داير لهم حتى مشكل. علاش دابا نتوما كتسولوا علاش الدوله ما دارت حتى حاجه ضد العصابه هذه؟ حيت هذه العصابه هذه كانت كدير حاجه وحده اللي خايبه، هي انها كتصيفط الحشيش لاوروبا. الشيء الاخر كامل اللي كانت كديروا العصابه كامل كان زوين. تخيلوا معايا الاخوان، عصابه اجراميه كتعاون المخزن في طنجه، كيقطعوا على الحراقه الطريق، كيشدوا المجرمين، كانوا شدوا بزاف ديال الارهابيين، كانوا داروا عمليات ارهابيه في مراكش وطنجه. اخوان عصابه كانت هي اللي حاكمه طنجه وهي اللي شاده الامن ديال طنجه. تخيلوا معايا، ماشي بالمعنى ان البوليس ما كانوش في طنجه، ولكن بمعنى ان كانوا البوليس وكانوا واحد اخرين ماشي بوليس ما عندهمش الحق يهزوا السلاح، ولكن حتى هما كانوا عندهم السلاح وشادين البحر وشادين المسائل ديالهم خاصه، بحال داكشي اللي كتشوفوا في الافلام. السؤال اللي خاص يكون في بالكم دابا الاخوان، واش الناس ديال طنجة عجبهم هذا الحال هذا ان عصابه تكون شاده لهم بزاف ديال الامور في المدينه ديالهم؟ الجواب على هذا السؤال هذا هو الناس ديال طنجة كان عاجبهم الحال بزاف، حيت الباترون حميدو الديب كان كيبغي المدينه ديالو بصح. حميدو الديب دشن بزاف ديال المشاريع في مدينه طنجة، لدرجه ان المشاريع ديال الدوله كان هو اللي كيخلصهم بجيبو. المشاريع اللي خاص الدوله ديرهم في المشروع ديالها الخاص وفي الاصلاحات ديالها كان هو اللي كيخلصهم، وهذا الشيء زعما بامر من الدوله، حيت هو كيخليو يدير المسائل ديالو. يعني تنجا تعاون معنا بالفلوس، كان كيصايب الطريق، كيصايب بعض المشاريع الصغيره الاقتصاديه، كيدير عمارات، خدام في المدينه ومحركها. لدرجه ان الباترون حميدو الديب كان داير بحال داك الجني اللي كيحقق الامنيات في طنجة. كان تخيلوا معايا كل صلاه جمعه ملي كتسالي في مسجد السوريين في طنجة، كان حميدو الديب كيبقى واقف مع الامام كيهضر معاه وكيصلي ولا كيقرا قران، والناس ملي كيساليو في الصلاه ما كيمشوش بحالهم، كيديروا الصف وكيدوزوا كاملين يسلموا على حميدو الديب. غتقولوا واش كيسلموا علاش يديروا بهذا المجرم هذا؟ الاخوان لا، اللي كيسلم على حميدو الديب كيجبد حميدو الديب 100 درهم من جيبو وكيعطيها ليه. بمعنى واحد اخر، حميدو الديب كان كيدير الكونسيبت ديال روبن هود، كياخذ فلوس بطريقه غير شرعيه وما مزياناش وكيعاود يفرقهم على الفقراء وكيعاونهم. انا جبني هاد القضيه هادي ما عليناش. وهكذا في 1995 الباترون حميدو الديب ولا من الوحوش الكبار ديال المغرب، وخبارو ما بقاتش غير في طنجة. ديك الساعه المغرب كامل كينشر شائعات عليه، وغادي تسمعوا واحد الشائعه اللي اسطوريه في الاخر ديال الحلقه، هي الشائعه اللي كيعرفوها المغاربه كاملين عليه. ما عليناش، خبارو ما دارتش غير في المملكه للاسف، وصلت حتى لاوروبا. 1996 الحمله التطهيريه.
فهذا العام هذا مكتب الامم المتحده خرج واحد التقرير حول المخدرات، واعتبر ان المغرب هو المصدر الاول ديال الحشيش في العالم. والمشكل الكبير هي يعتبر ان الدوله المغربيه كتأيد وكتعاون المهربين ديال الحشيش باش يوصلوا السلعه ديالهم من المغرب لاوروبا. وهذه كانت ضربه قويه للمغرب في ذاك الوقت، ما يجيو لا استثمارات، ما يتشجعوش الدول انه يتعاونوا معاه، وغادي يعتبروا ان المغرب دوله فساد اللي كبيره ديال بصح. وكان خاص المغرب يبين العكس. بمعنى واحد اخر، المغرب باش يحسن الصوره ديالو قدام العالم كان خصو يبين ان الهضره ديال الامم المتحده غلط. عليها الحسن الثاني في نفس السنه كلف وزير الداخليه ادريس البصري باش يدير واحد الحمله تطهيريه يطهر والديها هاد البلاد هذه من جميع انواع الفساد. اخوان، حمله تطهيريه كلمه اللي كتخليها ديال بصح كتفكرني بواحد الفيلم سميتو ذا بيرج. هذا الفيلم هذا مسطح ديال بصح، المعنى ديالو بالعربيه هو التطهير. هذا الفيلم هذا كيهضر على واحد القانون خرج في امريكان كيسمح للناس انهم يقتلوا وما يتعاقبوش. يعني كتجي واحد الفتره في السنه، واحد الشهر ولا سيمانه، يمكن لك انك تخرج وتبدا تقتل في الناس كيما بغيتي. تخيل معايا، وحتى واحد ما يهضر معاك. اين فوت ديك السيمانه عاوتاني الناس كيرجعوا لحياتهم العاديه. اخوان، حملة تطهيرية، والحملة التطهيرية اللي إدريس البصري حتى هي لا تقل خطورة على هادشي اللي قلت لكم عاد دابا. أكثر من 400 مغربي تشدوا بين ليلة وضحاها، فيهم اللي داير علاش وفيهم مسكين اللي غير مظلوم. ومن بين هاد 400 واحد كان الباترون حميد الديب. خبار اللي فرحات المغرب كامل الا السكان ديال طنجة. خبار اللي هبطات عليهم بحال الصاعقه. الاخوان، الملاك الحامي ديال المدينه اختفى. مئات ديال العائلات كانوا خدامين في العصابات تشردوا. مئات ديال العائلات كانوا مرضى وكان كيعاونهم حتى هما بقاو بلا معين. تخيلوا معايا، مجرم غادي يدير هاد الحاله العكسيه في الناس اللي فهمتي، ماشي الناس ملي كيتشد مجرم كيفرحوا، هادو الناس من تشد مجرم تقلقوا ديال بصح. اخوان، الباترون حميد الديب تشد بتهمه الاتجار الدولي بالمخدرات. ملي كتشد بهاد التهمه هادي، الممتلكات ديالك كاملين كتصادرهم الدوله، كيولي عندك زيرو درهم. هادشي اللي طرا لحميد الديب. اكثر من 40 مليار سنتيم صادراتهم الدوله المغربيه للباترون حميد الديب في ذاك العام. حميد الديب اللي ما بقاش باترون دابا ولا معتقل وسجين، داو للسجن ديال قنيطره في الاول، دوز فيه واحد الايام، من بعد داو المعتقل تماره، المعتقل الاسطوري. تم بداو معاه التحقيق مع حميد الديب كان سري للغايه، وطراو فيه شي حاجات اللي غريبين ديال بصح. بحال واحد المره اثناء التحقيق غادي يدخل واحد الضابط امني اللي كبير ديال بصح، وغادي يقول لهم خليوني انا والديب بوحدنا في الغرفه ديالنا، وغادي يهضر معاه. المخزن عارفين الخير اللي كنتي كديرو، ولكن الاوروبيين صدعوا لينا راسنا. اعتبر راسك محارب على ود بلادك، والاعتقال ديالك تضحيه باش نسكتوا الاوروبيين. الحاجه الوحيده اللي كنستنتجوا من هادشي اللي قال هذا المخزني هذا لحميد الديب هي انه كيحاول يلطف معاه، كيحاول انه يلعب معاه لي باس. عندك تهجم علينا، ما تخليناش حتى حنا نهجموا عليك، لعب معنا غير في الوسط ديال الميدان. علاش؟ حيت حميد الديب كما كنا عارفين من الوحوش الكبار في المغرب، الناس اللي عندهم زباله فلوس، عنده علاقات مع وحوش كبار واحد اخرين، سياسيين، رجال اعمال، قضاة، الناس اللي كبار في البلاد. لما مشى هو بقى كيفرش الاسرار، بقى كيفرش الدواسه قدام المحكمه وقدام الراي العام وقدام المحامين ديالو. فالقضيه غادي ترون عليها. عاوتاني شنو قالوا لي؟ سمعوا شنو قالوا لي باش تعرفوا ان الاستنتاج ديالنا صحيح 100%. عليك بالسكات حتى دوز هاد الروينه، غادي تدوز غير شويه في الحبس وغادي يجيك العفو الملكي. قدروا يلعبوا الديب على عقله وقدروا انهم يسكتوه. 17 اليوم ديال التحقيق خرجوا بها بواحد المحضر اللي صنع عليه الديب بلا ما يقراه. الديب واخا ملياردير، باترون، فخانز فلوس، روينه، الا انه امي ما كيعرف لا يقرا لا يكتب. خدا داك المحضر اللي عطاو، صنع عليه بلا ما يعرف شنو كاتبين فيه. مشى داز المحضر للمحكمه وحكموا عليه ب10 سنين ديال الحبس. دوز 7 سنين و9 شهور منها هو يخرج بعفو ملكي من عند محمد السادس. ملي كتخرج بعفو ملكي الاخوان، الممتلكات ديالك كاملين اللي صادراتهم لك الدوله خصها ترجعهم ليك. وجميع الناس اللي كانوا مشدودين مع الديب وخرجوا معاه في نفس العفو الملكي كلهم رجعوا لهم الممتلكات ديالهم والفلوس ديالهم، الا حميد الديب 40 مليار اختفات بحال ما عمرها ما كانت على وجه البسيطه. اخوان، جاوبونا دابا، شكون اللي خد الفلوس ديال حميد الديب؟ كاين جوج ديال التحليلات، الاول قالوا حميد الديب والثاني حطوه محللين اللي منهم انا وانتوما. خليونا ناخذ التحليل رقم 1 بلسان حميد الديب براسو. كيقول ان وزير الداخليه ادريس البصري هو اللي قرا ليه هذا القنار هذا وطيحه في المصيده، هو اللي بغى يجرو عنده باش ياخذ ليه الفلوس ديالو. لدرجه ان حميد الديب كيقول ان ادريس البصري قال لعائلته وصحابه المقربين ديالو جمعوا الفلوس ديالكم، راه قريب غادي تجيكم واحد الهوته اللي ما خصكمش تضيعوها، قريب غادي تشريو اراضي وفيلات وديوره بالثمن اللي رخيص ديال بصح. يعني ان ادريس البصري حط عينيه على حميد الديب وبغى ياخذ ليه الفلوس ديالو بكل سهوله. يعني ان الامر ما كان فيه لا مواجهه مخدرات لا حتى حاجه. والحاجه اللي كتبين لنا هذه القضيه هذه هي انه بصح من بعد ما تشد الباترون حميد الديب
التجاره ديال المخدرات ما حبساتش، جاو باترونات كبار منه وتكونوا عصابات اللي كبار وخداو مساحه كبيره عاوتاني وبداو كيديو اطنان ديال الحشيش عاوتاني لاوروبا. ما حبسش البلان ديال الحشيش. يعني التحليل هذا اللي عطى الباترون حميدو الديب بان ادريس البصري هو اللي دار لي هذا الكانار هذا، نقدر انا نوافق عليه، خصوصا الا جينا اننا نتعمقوا في الشخصيه ديال وزير الداخليه ادريس البصري اللي كان هو من الوحوش الكبار في المغرب ديك الساعه، اللي كان وليد اليوم ديال الحسن الثاني. نقدروا نقولوا انه يقدر يديرها، والله اعلم يقدر يديرها، ما كتاكدش انه يديرها. يعني هذا غير تحليل وصافي. بالنسبه للتحليل رقم 2 ولا نقولوا الاجابه رقم 2 على السؤال ديال شكون خدا الفلوس ديال حميدو الديب، فين مشات ديك 40 مليار ديال حميدو الديب؟ الجواب ولا التحليل هذا خطير شويه. 1996 نفس العام اللي جا فيه البيان ديال الامم المتحده على المخدرات، كان جا فيه واحد البيان من عند البنك الدولي كيقول ان الاقتصاد المغربي على شفير الموت. الدوله المغربيه كيقول انها ما دايراش خدمتها ولا بقاو غاديين على هذا المنوال هذا، الدوله غادي تطيح في واحد الازمه اسطوريه. هنا كيقولوا ان الحسن الثاني باش يقدر انه ينقذ البلاد امر وزير الداخليه ادريس البصري باش انه يشد جميع الناس في المغرب عندهم الفلوس بزاف، ولكن الفلوس ديالهم ما صافيينش، مدخلين الفلوس بطريقه اللي غير مشروعه، بطريقه غير قانونيه. دخلوا دوك الفلوس كاملين للخزينه ديال الدوله وشدوا دوك المجرمين كاملين اللي كان منهم الباترون واللي كانوا منهم رجال الاعمال واللي كانوا منهم القضاة، كانوا منهم الناس اللي كياخذوا الرشاوي. اي واحد خانز فلوس وما كاينش سبب قانوني باش هو خانز فلوس كانوا شدوه من بين دوك 400 واحد. وكيبان لي حتى التحليل هذا منطقي. ودابا الاخوان جات نوبتكم نتوما، قولوا لنا نتوما تحت شنو الراي اللي كيبان لكم مزيان، شنو هو التحليل اللي كيبان لكم هو هذاك الامر اللي قال حميدو الديب في الاول ان ادريس البصري هو اللي خدا ليه فلوسه، ولا ان الخزينه ديال الدوله باش يقدروا يعمروها شدوا اكثر من 400 واحد، الناس اللي عندهم فلوس وفلوسهم ما مصرحينش وماشي قانونيين وضافوهم للخزينه ديال الدوله باش تنتعش الاقتصاد وباش يحركوا الفلوس عاوتاني في البلاد. شنو كيبان لكم؟ ولا بعدا حيت اللي جي قال لي شي واحد حتى انهم كيحاربوا المخدرات ولا هادشي داروا باش يحاربوا المخدرات، هاد القضيه نساو. علاش؟ حيت مورا حميدو الديب جاو باترونات وحده اخرين يقدروا نهضروا عليهم في حلقات، هذوك الجوج بعدا اللي كانوا مع اسكوبار. عقلتوا واش اجتماع كان حميدو الديب جوج مغاربه وحده اخرين وفاكين اسكوبار في طنجه، هذوك الجوج راه هما العصابات ديالهم من بعد ما مشى حميدو الديب ولاو هما الماجور، ولاو هما الباترونات الطالعين ديك الساعه. الشائعه اللي كانوا بزاف ديال الناس كيقولوها في ذاك الوقت خصوصا السكان ديال طنجه، كيقولوا ان الباترون حميدو الديب قال للحسن الثاني فتح لي البحر الابيض المتوسط وكان واعدك في عام واحد ديال الخدمه غادي نسدد لك الديون ديال المغرب كاملين. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal.